السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم في موضوع بسيط ان شاء الله، اللي هو كسور اسفل القعبرة. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، القعبرة اللي هي العظمة بتاعة الساعد اللي ناحية الصبع الكبير، الناحية التانية عظمة الزند اللي هي العظمة الرفيعة اللي ناحية الصبع الصغير. الاتنين دول مع بعض عاملين الساعد. اسفل يعني ابعد حتة في الساعد اللي هي ناحية الايد دي بيسموها اسفل القعبرة. اسفل القعبرة لوحدها حتة مهمة. ليه؟ لانها بتعمل مفصل مع عظمة الزند، راس عظمة الزند هنا، لان ده ساعات بيخلع المفصل ده، الحتة دي ساعات بتخلع. طيب، وكمان بيعمل مفصلة مع الريست عن طريق العظمة الزورقية اللي هي الخضرة دي، والعظمة الهلالية هنا. والعظمتين دولت ياما اتكلمنا عليهم قبل كده واهميتهم. فالكسور اللي هنا بتأثر بشكل مباشر على حركة الرزغ وحركة الايد نفس الدراع نفسه. ما بيلفش يمين وشمال عند المفصلة دي. تمام؟ ده بالنسبة للتشريح. الاسباب كالعادة، الاسباب اللي هي ايه؟ اشهر حاجة الراجل او الست الكبيرة لما تيجي تقع على ايديها وهي مفرودة، الريست يبقى متني لورا ويقع على الارض، يروح جاي يحصل كسر، او نادر قوي اصابة مباشرة يعني عصاية تنزل على المنطقة دي. وطبعا الكلام دوت بيبقى اكتر في الايه؟ في الهشاشة. الاعراض زي كل اعراض الكسور، بس احنا عايزين نركز هنا على حاجتين مهمين قوي. اول حاجة الورم. بصوا يا جماعة، ورم عن ورم يعني ايه؟ يعني مثلا ورم ودرجة الألم مهما اخدت مسكنات ما بيقلش، ده اصلا ليه علاج ملهوش علاقة بالكسر، عشان الضغط ما يزيدش جوه الايد فالعضلات، لان ده اشهر منطقة بيزيد فيها الورم لدرجة انه العضلات ما يوصلهاش دم فتموت لا قدر الله، وده حاجة في منتهى السوء. فانت حضرتك بتبقى من ضمن التعليمات اللي بتاخدها ان لو في ورم، المحاضرة كلها على الكلمة دي، ان لو في ورم بيزيد، الصوابع عمالة تكبر، بقت عاملة زي السجقاية، ولا بتفرد ولا بتتني، والدنيا الألم عمال يزيد تدريجي، ده تجري جاري. احنا بنقول دايما ان الكسور مفيش فيها طوارئ، اقصد مفيش فيها يلا حالا، مفيش الكلمة ديت مش موجودة الا في حاجات قليلة قوي، من ضمنها الورم يبقى فوق ودي بيبقى محتاجة خبرة كبيرة قوي من الطبيب، لان القرار بتاعها ان يتفتح الجلد، بيتفتح اصلا ملوش علاقة بالعملية، سواء كان محتاج جراحة او مش محتاج جراحة، اللي هو الكسر نفسه. الورم ده ليه عملية تانية. النقطة التانية، وطبعا طيب سواء عملت الجبس او ما عملتش الجبس، مش الجبس اللي بيبقى ضيق يا جماعة، يعني لو عملت جبس مش الجبس اللي بيبقى ضيق، حضرتك اللي بتنزف من مكان الكسر، فالعضلات بالأنسجة بتتخن وهي اللي بتروح للجبس. طبعا ده بيبقى محتاج يتشق عشان يوسع مساحة للكسر. يستحسن يتشق مش يتغير، لان التغيير بيغير في مكان الكسر بالذات لو كان تحفظي. طيب النوع التاني اللي هو الإصابة العصبية، دي تاني كلمة مهمة في الموضوع. احنا في عندنا العصب بتاع الرزغ اللي هو العصب الأوسط، اللي هو الميديان نيرف، اللي هو الكاربال تانل، اللي هو النفق الرزغي، انضغاط الرفق الرزغي. لما بيحصل الكسر بيضغط على العصب اللي في النص ده، فحضرتك بتحس بتنميل ناحية الأصابع الكبيرة. ده مهم جدا لأن برضه ليه علاج ملهوش علاقة بالكسر. يبقى النقطتين دول بتركز لا قدر الله ان هم يحصلوا. طيب الاشعاعات كالعادة عادي ومقطعية. في نقطة برضه انا عايز اقولها لكم. احنا يا جماعة في معالجة الكسور احنا ما بنحطش خشبة على خشبة عشان نطلع عمارة. فكون ان الكسر مترحل او مش مترحل دي مش شغلتك، لان احنا عندنا بارامتر حيز. يعني ما يجيلنا مثلا اشعة والاشعة دي فيها شوية ترحيل،
طب هنعمل علاج تحفظي مثلا بالجبس؟ لا، ده الكسر متحرك، ده انا عايز عمليه. انت مش بتعوز، الموضوع مش بكده. والعكس صحيح. في كسور بيبقى درجه التزحزح بتاعها قليله جدا وبنقول عمليه. لا، ده انا شايف انها مش متحركه، حضرتك ما بتشوفش. ده مش موضوع للنقاش. موضوع النقاش دوت لما تبقى الموضوع بوردر لاين، يعني في النص، فدي بنقول مميزات ديت وعيوب دي، ومميزات يعني مميزات الجراحه وعيوبها، ومميزات التحفظي وعيوب، وحضرتك اللي بتختار. في اوضاع تانية لما احنا بناخد فيها القرار بيبقى ده اللي انسب لك، اللي اصح، ونرجع نقول الكلمه العامه وكله صح في الاخر يعني، بس تبقى فاهم تداعيات كل حاجه. طيب عشان يعني احنا بنركز في النقطه دي، عشان ده الكسر مترحل او مش مترحل، ما تشغلش دماغك قوي بالموضوع ده. طيب ايه العلاج يا جماعه؟ الكسور بتاعه الكعبره بدون دخول في تفاصيل، بالذات السن الكبير، هو الإيرا دلوقتي ناحيه الجراحات، بس الكلام ده مش مظبوط. في حاجات كتيره قوي، بالذات لما يبقى الكسر مش مفصلي، لان من اشهر كسور اسفل الكعبره هو كسر كولز. ده كسر بيبقى حميد ونتائجه هايله واموره كويسه، فبنجاب بالشهر ونص على حسب ما بنشوف، شهر ساعات بنفك بعد شهر ونص وخلاص. لو واحد يعمل جبس زورقي او جبس للساعد فوق الكوع ويستنى بالشهرين وبالتلاتة، حاجه في منتهى السوء. اما احنا اللي تحت ده هيخف ان شاء الله. انت دلوقتي يبستلي الكوع، يعني احنا الموضوع مش بيبقى ايه، مش 1+1=2، بس عندنا قواعد بنبقى مش عايزينك تأذي نفسك بيها. طيب تعالوا نخش على الامثله على طول. يعني مثلا ده كسر بسيط بس ليه بعض العوامل ممكن يخليه يتحرك. فبنقول مثلا ايه، من غير فتحه او حاجه نحط سلك معدني. يعني كسر زي دوت ممكن يتجبس وممكن يتحط له سلك معدني. بس الشوفير او الكسر، يعني الكسر اللي هو ناحيه البز الخارجي للايد، ده بنبقى عارفين ان هو احتمالات كبيره ان هو يتحرك، فخلاص مش عايزين وجع دماغ، هنجبس بس هنحط له سلكه كده بس تمسكه. يعني بيبقى منظر السلك جايه من هنا، و ده منظر السلك وهو بيثبت، وبقيه الاسلاك بقى بنحط بقيه الاسلاك من كام. ده ميزته ان هو مفيش فتح في الجلد، بس في المقابل الحركه بتبقى قليله قوي عند الرزغ، يعني بيتحرك كويس بعد ما بنشيل الايه الاسلاك. اما غير مثلا الشريحه لما بتتحط من تاني يوم حضرتك بتحرك الشريحه. طبعا تاني يوم ديت لما يبقى الكسور المقبوله، لان بيبقى في انواع من الكسور متهشمه، فبنحطها بطرس بس تسند كده لغايه لما الكسر يلم في وضعه الصحيح المقبول. في نوع تاني من التثبيت اللي احنا بنثبت، ادي الكسر اهو، فنروح مثبتين بمثبت خارجي، ندخل شنزين في المشطيه بتاعه الايد، وشنزين هنا في الساعد، ونشد مكانه ونرد الرزغ، او نحط ده مع الاسلاك، او نحطه مع الشريحه، على حسب ما بنشوف. في كسر يعني رهيب بقى بالشكل ده، حاجات بقى بتبقى ايه، خلع مع كسر مع فتته مع كل اللي انتوا عايزين، اصلا الايد داخله في الساعد. ده بقى بيبقى شويه العمليه بتطول، وبيبقى محتاج ترقيع، وبيبقى محتاج انواع معينه من الشرايح اللي هي الميني بليد الصغيره، عشان تقعد ايه تلملم في الفراجمنت حبه حبه لغايه لما ربنا يوفقنا ونرد المفصل. طيب ايه المشاكل؟ الخشونه يا جماعه، وقلنا قبل كده ان الخشونه لا تتناسب تناسب طردي مع الاعراض، بس بيبقى فيه خشونه، بيبقى فيه درجه الم، في تلوث قطع، في تلوث ممكن يبقى في تلوث، يعني التلوث بيوصل لغايه 2% في المنطقه دي. يعني اسلاك تتلوث ونضطر نشيل شريحه وتتلوث
ايه معظم علاج التلوث؟ المضاد الحيوي والتنظيف المستمر لغايه لما العظمه تشربها، كان يبقى نشيل الشريحه. طيب الورم، وقلنا في الاول قصته اهم حاجه الورم. الاصابه العصبيه دي بتبقى من الكسر، يعني نادر من الجراحه، نادر او شبه مش موجود. ممكن يبقى فيه اصابه عصبيه من الجراحه، اللي هي عن طريق التورنيكي بولسي، اللي هو احنا بنحط حاجه حوالين الدراع من فوق عشان تقلل النزف بالذات في السن الكبير. فاللفه دي ساعات بتعمل انضغاط على العصب اللي بيغذي الايد كلها، فما بيبقاش عارف لا يحرك الرسغ لفوق ولا لتحت. وبرضه بنطمن الناس ان غالبا الكلام دوت بيرد من 3 اسابيع ل6 شهور. دي مده طويله قوي. ايوه دي مده طويله قوي، نسبه نادره جدا بس موجوده. ممكن تلاقي في كل 100 حاله ممكن. يعني اعتقد ان الموضوع كده وصل. اهم حاجه عندي موضوع الورم. صحه حضراتكم تهمنا.